أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال: هل من كلمة مباركة توجهونها لأبنائكم وإخوانكم طلاب العلم في الأمة الإسلامية جمعاء؟ نعم، كلمة نوصيكم بتقوى الله والمواصلة طلب العلم، الحرص على ذلك والعمل بما علمكم الله، والدعوة إلى الله عز وجل، تعليم الناس ما تعلمتم، وترك التشاحن اللي الآن حصل بين طلبة العلم، تشاحن والسباب والتحريش بينهم حتى فرقوا الأمة وفرقوا طلبة العلم. احذروا من فلان، لا تجلسون مع فلان، لا تقرؤون على فلان، هذا ما يجوز. إذا كان فلان عنده خطأ فنصحه بينك وبينه، أما أنك تنشر هذا بين الناس وتحذر منه وهو عالم أو طالب علم أو رجل صالح لكن أخطأ، ألا يوجب هذا نشر. الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الواجب التناصح بين المسلمين، الواجب المودة بين المسلمين، ولا سيما طلبة العلم، لا سيما مع العلماء، احترام العلماء وعدم التوصية ببعضهم والتحذير من بعضهم. هذا سبب أسرارا كثيرة، سبب تشاحنا وتباغضا وسبب فتنة. تجنبوا هذه الأمور، جزاكم الله خيرا، وكونوا كما أراد الله سبحانه. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. احرصوا على التآلف، احرصوا على التناصح بينكم، احرصوا على التعاون على البر والتقوى، واحذروا ما يفرق بين المسلمين خصوصا في هذا الزمان. المسلمون الآن بحاجة إلى الاجتماع، بحاجة إلى قطع النزاع بينهم، بحاجة إلى التعاون على البر والتقوى، لا تصيرون عونا للعدو على تشتيت المسلمين وتفريق المسلمين. إذا حصلت الفرقة بين العلماء وطلبة العلم من يبقى للأمة؟ العوام ما عليهم شرع على طلبة العلم اللي يصلحون بين الناس، اللي يعلمون الناس. اتركوا هذه الأمور، هذه التشاحنات وهذه المهاترات وهذه الخصلة الذميمة. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. لا تطيعوا هؤلاء، تكونوا عونا للشيطان على تفريق الأمة وعلى إضعاف الأمة. إن أدركتم عليه خللا فناصحوه إذا ثبت هذا. لا تصدد الشائعات. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. الله جل وعلا حث على اجتماع المسلمين وعلى وحدة كلمة المسلمين وعلى التعاون وعلى التناصح. ما نقول اتركوا الخطأ، لا، أصلحوا الخطأ. نقول أصلحوا الخطأ، ما تتركون الخطأ لكن تصلحونه بالطرق الشرعية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.